السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبتي في الله في أسهل لغة برمجة في العالم، لغة الباش شيل. إذا درسنا هذا اليوم أحبتي في الله هو أننا سوف نقوم بالتكلم عن الشروط الاف ستيتمنت والكونديشن، الشروط والعبارات في لغة الباش. أوكي، سهلة جدا، صدقوني سهلة جدا. لو كانت لديك خلفية أيضا كمثال تعلمتها سابقا لغة البايثون أو حتى تعلمت القليل سوف يأتيك هذه الشروط سهلة جدا. أيضا حتى لو كانت هذه أول لغة برمجة تتعلمها فسوف تأتيك الطريقة سهلة جدا جدا جدا. أوكي، إذا سوف أقوم هنا بإنشاء متغير، عفوا كومنت أو تعليق. سوف نتكلم عن الإلف والإلف والإلس. أوكي، إذا هذه الشروط الثلاثة في لغة الباش. اوكي. اذا نبدا كاول شيء نقوم بانشاء هناك مثال مدخل arith ناقص b من اجل البرنت. قمنا بشرح كل هذه الاشياء، اقوم باستعمالها مره اخرى حتى ترسخ في اذهانكم. اوكي، كمثال what is your name. اوكي، ما هو اسمك. اوكي، ثم نترك فراغ واحد هنا، حذاري النسيان، فراغ واحد، وهنا تترك فراغ اخر، نضع هنا نقطتين فقط حتى يكتب الشخص اسمه. ثم هنا احبتي في الله عليكم ترك فراغ واحد وكتابة كمثال أو إنشاء اسم أو متغير لكامل هذا الانبوت. اوكي، اذا هذا الانبوت كامل قمنا بشرح كما شاهدنا في الحلقات السابقه، فان قيمته هي الاسك. اوكي، هي قيمته هو الاسك او يساوي الاسك. اوكي. اذا الشروط في لغه الباش سهله جدا. اوكي، تقوم بكتابه اول شيء if، وايضا في الاخير عليك عدم نسيان الاف اي. اوكي، لهذا اعطيكم هذه النصيحه. من الافضل احبتي في الله انا دائما اقوم بكتابه الشروط في لغه الباش ودائما انسى في الاخير اخر سطر من الشروط الخاصه بي اقوم بنسيان الاف اي. اوكي، لهذا اصبحت او عدت اقوم بكتابته في الاول حتى لا انساه لاحقا. اوكي. ثم نقوم بهذه فتح هذه الأقواس. بطبع تترك فراغ واحد هكذا، واحد، وتفتح هذه الأقواس مربعة، والآن تضغط على 2 انتر، حذاري الخطأ، 1 2. اوكي. ثم تضع هنا من أجل الكتابة. اوكي، لا تقوم بالكتابة لا هنا لا من الجهة اليمنى ولا من الجهة اليسرى. اوكي، تقوم بالكتابة في المنتصف تماما. لو أخطأت بمساحة واحدة فقط فيعتبر أن هذا الشروط الخاصة بك خاطئة ولن تظهر معك أو تشتغل معك في السكريبت الخاص بك. اوكي، كمثال سوف أقوم باستدعاء المتغير الذي هو ask، الذي هو الشيء أو الاسم الذي سوف أقوم بكتابته هنا الشخص. اوكي، إن كان الاسك يساوي، حذاري أيضا هذا شيء مهم جدا، ليس في البايثون مثل البايثون تقوم بكتابة 2 تساوي، لا، في لغة الباش تقوم بكتابة تساوي 1. إن كان الاسم يساوي رياض. اوكي، ثم دائما أسفل الإلف تقوم بكتابة دان. اوكي، دان. ويمكن أيضا وضع هذه ايضا الاثنان. اوكي، من الافضل وضع هذه النقطه العلويه مع الفاصله السفليه، وهنا في الاسفل دان. اوكي، حتى لو لم تقم بكتابتها هذه فيعتبر الشرط الخاص بك صحيح، لكن من الافضل القيام بكتابتها نهايه كل شرط. اوكي، كما تشاهد هنا تقوم بكتابتها. اوكي، دان. ان قام بكتابه رياض سوف اطبع له ايكو كمثال هلو، ثم هنا نترك فراغ واحد، حذر النسيان، فراغ واحد، علامة الدولار ساين مع الاسك. اوكي، لو قام بكتابة اي شيء، لو قام بكتابة رياض سوف يطبع له هلو رياض. اوكي، لنقوم بالتشغيل حتى نرى النتيجة فقط. اوكي، what is your name. اوكي، سوف اقوم بكتابة رياض واضغط على انتر. انظروا قام بكتابة لي هلو رياض، لكن ماذا لو قمت بكتابة اسم اخر؟ أقوم بكتابة كمثال سامي وأضغط على انتر. انظروا لم يقم بطباعة لي أي شيء لأنني لم أقم بتحديد شرط آخر. أوكي. إذا فهذا الشيء جيد. أوكي، إذا هنا سوف أقوم باستعمال أو شرح الإلس الآن، ثم سوف ننتقل في الأخير إلى الإلف لأنها يمكننا استعمالها في العديد والعديد من العبارات. أوكي. نقوم بكتابة هنا else ثم نضغط على انتر. اوكي، دائما احبتي في الله عليكم بالطبع استعمال نفس الطريقة. اوكي، 1 2 فراغ. اوكي، ثم هنا تقومون بكتابة الشرط الخاص بكم. اوكي، ان كان كمثال الاسك علامة التعجب مع التساوي احبتي في الله عليكم عدم نسيانها هذه. اوكي، لانها في لغة البايثون وفي لغة الباش ايضا. علامة التعجب على الجهة اليسرى وليس على الجهة اليمنى، حذاري الأخطاء، عليكم حفظ الأشياء أو حفظ الشروحات التي تقوموا بشرحها حرفيا حتى لا تقوموا بالأخطاء فيها. أوكي، إذا علامة التعجب من الجهة اليسرى والتساوي من الجهة اليمنى.
هذا يعني أنها لا تساوي. أوكي، كمثال هنا الشرط الخاص برياض. هنا لو كان شيء آخر كمثال R بايثون باش، لو كان اسم آخر سوف نطبع له كمثال. لو كان اسم آخر كمثال سوف نطبع له عفوا نعم نعم رياض. اوكي، لماذا قمت بكتابة رياض هنا؟ لأنني أخبرت أنه إن كان الاسك لا يساوي رياض، لأنني هذا الشرط الخاص بي أريد أن يقوم الشخص بكتابة اسمه هنا. أوكي، يمكن بطبع جعل هذا باسورد أو جعله أي شيء من هذا القبيل. أوكي، إن كان الاسك وهو الشيء الذي سوف يقوم الشخص بإدخاله هنا في الانبوت لا يساوي رياض، نطبع له كمثال ايكو you are not رياض، أنت لست رياض. أوكي، كما أخبرتكم هي الاف، كما أخبرتكم عليكم دائما القيام بكتابتها في الأول مثل ما قمت بكتابتها أنا، وإلا سوف تقومون بنسيانها. أوكي، لأن الإنسان كثير النسيان سوف يقوم بنسيانها. لنقوم بالتشغيل. إذا نعيد فقط قراءة الأكواد. سوف أضع هذه النقطة العلوية مع الفاصلة السفلية، وأعيد صياغة أو قراءة الأكواد. أوكي، هنا سوف قمت بطلب من الشخص القيام بإدخال اسمه. لو قام بكتابة رياض سوف يطبع له هلو رياض. لو قام بكتابة شيء آخر مخالف لرياض ليس رياض سوف يطبع له أنت لست رياض. أوكي، لنقوم بالتشغيل. لو قمت بكتابة رياض مثل الأول سوف يطبع لي هلو رياض. لكن ماذا لو قمت بطباعة أو كتابة شيء آخر؟ سوف أقوم بكتابة سامي، أضغط على انتر، يقوم بكتابة لي you are not رياض، أنت لست رياض. أوكي، فالطريقة سهلة جدا، صدقوني أحبتي في الله سهلة جدا. سوف أعيد فقط شرح لكم بعض الأشياء. إذا هذا الانبوت قمنا بشرحه في الحلقة السابقة. أوكي، الريد هي من أجل القيام بإنشاء متغير، نقص بي بمعنى print، وقمنا بشرح أيضا الباسورد والتايم. أوكي، يمكنك العودة بالطبع إلى الدرس السابق وقم بمراجعته حتى تقوم بفهمه جيدا جدا. أوكي، هنا بالطبع مجرد string فقط، مجرد نص فقط. what is your name، أقوم بسؤال الشخص ما هو اسمك. إذا كما أخبرتكم فإنه في المدخلات كل هذا الانبوت قيمته أو يساوي ask. أوكي، مثل البايثون تقوم بكتابة في البايثون ask تساوي input، لا، هنا في لغة الباش تقوم بكتابة أول شيء هو الريد، ثم نقص بي، ثم هنا السؤال الخاص بك، وهنا في الأخير تترك فراغ. حذاري نسيان الفراغ، إن لم تقم بترك فراغ سوف تطبع الاسك، هذه تطبع هنا. أوكي، لذلك عليك القيام بترك فراغ هنا في الخارج. أوكي، وليس داخل السترينج، في الخارج. أوكي، هنا if كما أخبرتكم تترك فراغ واحد، ثم هنا فراغ واحد هنا وفراغ واحد هنا، وتقوم بالكتابة في المنتصف مثل ما كتبت أنا. أوكي، إن كان الاسك علامة الدولار ساين، لماذا قمت على كتابة علامة الدولار ساين مع الاس اسك؟ لأنه كما أخبرتكم عليكم عدم النسيان، وعليكم ترسيخ هذه الفكرة أو هذه الطريقة في أذهانكم، أنكم حتى تقومون باستدعاء متغير فعليكم القيام بكتابة كأول شيء علامة الدولار ساين. أوكي، لأنك إن لم تقم باستدعاء علامة الدولار ساين فهذا خطأ ولن يتعرف عليه على أنه متغير. أوكي، ثم قمت بترك فراغ واحد هنا وفراغ واحد هنا، عفوا هو. أوكي، يساوي. إن كان الاسك يساوي رياض، إذا إن كان الشيء الذي سوف يقوم بكتابته الشخص يساوي رياض، دان كما أخبرتكم دان أحبتي في الله عليكم عدم النسيان، دان تقومون كتابتها تحت الاف وتحت الالف. اوكي، تحت الاف وتحت الالف، لا تقوم بكتابتها ابدا طول حياتك تحت الالس. اوكي، لا تكتب ابدا. اوكي، عليكم حفظ هذا الشيء. اوكي، لا اريد الاخطاء او ياتيني شخص لاحقا يخبرني انه لم يستطع كتابة الالس. الاف الدان تأتي أسفل الإف وأسفل الألف. أوكي، سوف نقوم بالوصول إلى الألف بالطبع، وسوف نشرح الدان أيضا في الألف، لكن في الألس كما أخبرتكم لا تطبع أبدا. أوكي، إذا إف أحبتي في الله نعرفها جميعا بمعنى بتاعنا إن كان. أوكي، إن كان أسك يساوي رياض، قم بطباعة لي هلو، قمت بكتابة هنا إيكو، الدالة المسؤولة عن الطباعة قمنا بشرحها أيضا في أول درس من دورة هذه الدورة، دورة الباش. إن كان قم بطباعة له هلو، مع هنا خارج هذا السترينج قمت أيضا بترك فراغ، عليكم عدم النسيان، فراغ هنا وفراغ هنا. أوكي، إن قمت بوضعها هكذا سوف يقوم بطباعة لي هذه الاسك هنا داخل السترينج. أوكي، لذلك عليك الانتباه جيدا جدا. أوكي،
إن قام بكتابة هنا كما شاهدنا، إن قام الأسك بكتابة ها هو الأسك هو الإنبوت، إن قام شخص بكتابة هنا رياض سوف يطبع له هلو ويضيف إليها الأسك الذي هو اسم الذي سوف يقوم بإدخاله الذي هو رياض. أوكي، قمت هنا بتحديد الشرط، لذلك إن قمت بكتابة هنا شيء آخر أو اسم آخر لن يقوم بطباعة لك ذلك الاسم مع هلو. لماذا؟ لأنني هنا قمت بتحديد الشرط. أوكي. ثم هنا في ال else أيضا نفس الطريقة، تترك فراغ هنا، فراغ هنا، تقوم بالكتابة من المنتصف. أوكي، إن كان الأسك هو الشيء الذي سوف يقوم الشخص بكتابته هنا لا يساوي، هذه علامة تعجب، حذاري حذاري حذاري، عليك القيام بحفظها جيدا جدا. علامة تعجب من الجهة اليسرى، وعلامة تساوي الإيكول من الجهة اليمنى. أوكي، إن قمت بالأخطاء بالطبع، حتى لو أخطأت في نقطة واحدة لن تستطيع بالطبع تطبيق هذا الشرح ولن تستفيد أي شيء. أوكي، لذلك عليك الانتباه حتى لو لم تقم بفهم هذا الدرس، رغم أنني أقوم وأنا متيقن أني أقوم بشرحه حرفيا. لو لم تقم بفهمه عليك فقط إعادة هذا الشرح مرة أخرى. أوكي. إن كان الأسك لا يساوي رياض، لا ننسى هذه كما أخبرتكم عنها، قم بطباعة له إيكو أنت لست رياض، you are not رياض. أوكي، يمكنك بطبع هنا ترك فراغ أو عدم ترك فراغ. أوكي، لأنه لا يوجد هنا خلفه متغير، هنا ليس لدي متغير حتى أقوم بترك فراغ. أوكي، ثم هنا كما أخبرتكم هذه العبارات الشرطية عليك عدم النسيان في الأخير ال FE. أوكي، لذلك فمن أفضل استعمال الطريقة التي أنا أصلا أقوم باستعمالها، التي من خلالها عند بداية كتابة لي، عندما أقوم بكتابة شرط جديد أقوم بكتابة الإف أولا وفي الأخير الإف إي. أوكي، إذا نكمل شرحنا للإلف. أوكي، إذا لا تنسوا بطبع أحبتي في الله القيام بالإعجاب بهذا الفيديو، لأنه يوجد الكثير من الأشخاص يقومون بمشاهدة الفيديو ولا يتركون حتى إعجاب أو تعليق، رغم أنها تعليقات وإعجابات مجانية. أوكي، لنكمل أحبتي في الله. إذا وصلنا إلى الإلف. إذا أحبتي في الله شاهدنا أن الإف تقوم بطباعة لنا، إن تقوم بالتحقق من شرط ما. أوكي، وهذه تستعمل مرة واحدة فقط. أوكي، لا يمكن كتابة هنا إف وأيضا هنا تقوم بكتابة إف وهنا إف، لا، هذا خطأ. إف تستعمل مرة واحدة فقط. أوكي، لكن إن كان لديك كمثال الكثير من الشروط، 1000 شرط، 2000 شرط، 1 شرط، 10 شرط، تقوم باستعمال الإلف في كامل السكريبت. والإلس تستعمل مرة واحدة، التي تعني أنها إن لم يتحقق ذلك الشرط قم بطباعة لي هذه، قم بتحقيق هذا الشرط الذي هو الإلس. أوكي. نكمل الإلف. بطبع الإلف أحبتي في الله لا يمكن القيام بكتابته هنا، لا يمكن هنا كتابة إلف وإكمال السكريبت الخاص بك، لا، هذا خطأ. أوكي، سوف أقوم فقط بإغلاقها. أوكي، إذن فالإلف حتى تقوم باستعمالها العديد من المرات تقوم بكتابتها هنا. أوكي، قبل الإلس كما تشاهدون هي في الأسفل، تقوم إذن بكتابة الإلف هنا. أوكي، إلف أيضا نفس الطريقة أحبتي في الله، تفتحون هذه الأقواس المربعة، 2 فراغات، 1 2، ثم هنا بطبع تضعون هكذا تقومون بالكتابة في المنتصف. أوكي. نقوم باستدعاء مرة أخرى كمثال المتغير الذي هو ask. إن كان الask كمثال يساوي قام بنسيان شخص كتابة الدي، لا أنسى هنا غلق string. كما أخبرتكم إن قام هنا شخص سوف أقوم هنا بتحديد شرط آخر. أوكي، إن كان الشخص قام بكتابة RE وقام بنسيان الدي، أوكي، سوف نطبع له حذاري. الدان كما أخبرتكم تأتي أسفل الإف وأسفل الإلف. أوكي، لذلك عليكم القيام أيضا بكتابتها هنا. أوكي. إذا نكمل أحبتي في الله، وبالطبع علينا عدم نسيان هذه النقطة العلوية مع الفاصل السفلي. أوكي، إلف إن كان الأسك يساوي RE قام بالنسيان إذن الشخص الدي. أوكي، سوف نطبع له إيكو، نطبع له you are forget، لقد نسيت الدي. أوكي، إذن قمنا هنا بطباعة له لقد نسيت الدي. أوكي، عفوا، يوجد خطأ، قمت بارتكاب خطأ هنا. انظروا، لقد نسيت أن أقوم بإغلاق هذا النص الذي قمت بكتابته الآن. أوكي.
إذا هنا قمت بتحديد شرط آخر، إن قام بنسيان الدي يطبع له لقد نسيت الدي، you are forget دي. أوكي، نقوم بالتشغيل، نقوم بكتابة REA ونضغط على انتر. كما تشاهدون هو أخبرني أنه قد نسيت الدي. أوكي، وكأنني قمت بمساعدة الشخص أو إعطائه تلميح ما. أوكي، أيضا أسفل هذه الإيكو forget دي نقوم بتحقيق شرط آخر. أوكي، كما أخبرتكم فإن الإلف تستعمل أكثر من مرة. أوكي، 1 2. نعود هنا من أجل الكتابة في المنتصف. إن كان كمثال الأسك يساوي كمثال ماذا قام بكتابة رياض، وقام بكتابة 2 دي. أوكي، قام بكتابة 2 دي. نضع هذه عفوا هكذا دان، لا تنسى الدان، لا تنسى الدان لأنك تحت الألف. أوكي. نقوم بطباعة له كمثال ايكو ريموف، كمثال ريموف قم بمسح الدي. اوكي، اذا لو قام بكتابة دي زائدة سوف نطبع له ريموف دي، قم بمسح الدي او ديليت، او يمكنك بطبع استعمال اي شيء. اوكي، نقوم بكتابة هنا REA دي 2. ها هو اعطاني تلميح او ساعدني واخبرني انه علي القيام بمسح دي واحدة. اوكي. ايضا حتى لو كان لديك شرط اخر، اوكي، يمكنك بطبع ايضا هنا يمكنك كتابة أيضا 1000 مرة أخرى. 1 2. نضع هنا من أجل الكتابة في الوسط ask. إن كان الأسك يساوي ماذا يساوي حبيبتي في الله؟ كمثال قام بكتابة 2 R. أوكي، يقوم بطباعة له دان أسفل الألف دان، لا تنسوا أسفل الألف دان. أوكي، سوف أقوم فقط بتصغير الكتابة حتى تتضح معكم جيدا أو يظهر معكم كامل السكريبت. أيضا كبير جدا لم يظهر. نقوم فقط بالتصغير مرة أخرى. سوف أقوم بتكبيره لاحقا باستعمال البرنامج الذي قمت بشرحه، برنامج المونتاج. أوكي، سوف نقوم بمسح هذه حتى تصعد الكتابة للأعلى. أوكي، انظروا كيف أنه هذا السكريبت كما تشاهدون هنا. أين وصلنا أحبتي في الله؟ قلنا أنه لو قام بكتابة 2 R then يطبع له remove first remove R فقط. اوكي، لا نقوم بكتابة لا first ولا شيء. اوكي، نقوم باعادتها الى اول سطر، حتى لو قمت بتركها هكذا فهي صحيحة، او يمكنك بالطبع اعادتها الى اول سطر. اوكي، لنقوم بكتابة اذا 2 R. اوكي، REA دي. اوكي، كما تشاهدون قام بطباعة لي قم بمسح الR. اوكي. إذن فكما شاهدنا أحبتي في الله فإن الإف تستعمل مرة واحدة فقط. أوكي، وبالطبع تقوم بكتابة تحت أسفلها دان ثم الإيكو الطباعة أو الشيء الذي تريد القيام بفعله، وهذه الإلف تستعمل حتى 1000 مرة، يمكنك استعماله حتى ملايين المرات. أوكي، ألف إلى آخره. أوكي، والإيكو والإلس عفوا أحبتي في الله تأتي دائما أسفل الإلف وأسفل الإف. أوكي، وكما شاهدنا أيضا في الأول قمنا باستعمال الإف والإلس وحدها. أوكي، لكن لا يمكن بطبع استعمال الإف والإلف وحدها. أوكي، عليك دائما اتباعها بالإلس. أوكي، وعليك عدم نسيان الإف إي التي هي في الأخير. إذن فالطريقة سهلة جدا أحبتي في الله، صراحة الطريقة سهلة جدا 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 جدا. أوكي، إذن هنا كما تشاهدون تقوم بتحقيق له شرط 1 2 3 4 5 شروط. 5 شروط. لو كنت أريد كمثال إضافة 10 شروط أستعمل 1000 ونفس الطريقة. أوكي، ها هي 1000 then echo 1000 then echo 1000 then echo، لكن بطبع قبل الإلس. أوكي، قبل الإلس. إذن تكون الكتابة هنا 1000 then echo 1000 then echo 1000 then echo إلى آخره، إلى ما لا نهاية. يمكنك وضع حتى مليون شرط. اوكي اذا الى هنا احبتي في الله ينتهي هذا الدرس الخاص بنا. شكرا لكم على المشاهده. لا تنسوا بالطبع احبتي في الله الاعجاب بهذا الفيديو وترك لي تعليقاتكم. نلتقي ان شاء الله في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.